صباح الخير. هيدا الفيديو مش لمين ما كان، هيدا الفيديو للفلاسفة اللي بيعرفوا عني أكتر مني. هودي الناس اللي بيحطوا لي كلام بتمي من دون ما أنا أقوله. هودي اللي إذا حدا سألني سؤال بالكومنتس هني بيجاوبوا عني من دون ما ينطروني أنا جاوب، ومن دون ما حتى يسألوني أنا شو بدي. فالبقية المحترمين اللي بعتبرهم أنا أصدقائي على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى تويتر وبالحياة، إذا بتريدوا اعملوا سكيب لهالفيديو ما تحضروا. أما الفلاسفة الدكاترة فبقلكن يا حوش يا بجم يا بهيم يا تتر، لمن شفنا الشرخ بين 14 و 8 أدار بموضوع رئاسة الجمهورية، قلنا للكل وقلنا للتغييرين انه نحن اجتنا فرصة ذهبية، انه نحن صحيح 13 نايب بس عنا فرصة انه نحن نفرض مرشحنا، نفرض شخص تغييري، شخص كان بالثورة كان في ناس دكاترة، كان في قضاة، كان في أطباء، كان في أشخاص قادرة تتبوأ أعلى المناصب. فقلنا اختاروا شخصية منهم وطرحوها 13 مش انقسموا. بساعتها الفريق اللي بده يسكر على سليمان فرنجية اللي هو فريق 14 أدار بيمشي معكم، بتجبروه يمشي معكم. بساعتها بنكون نحن حققنا شيء يعني ما ممكن يتحقق بسهولة. هيدي فرصة ذهبية كانت، يعني مش جهاد أزقور ولا زياد بارود، مش لأنه زياد بارود نعنوع، لا يا خيي أنت زلمة وذكر، بس لأنك أنت من الطاقم السياسي. ما أنت جابك ميشيل سليمان ورجعت مشيت مع جبران باسيل باللايحة معه، مشان هيك لا جهاد أزقور ولا زياد بارود ولا سليمان فرنجية ولا سامي شميل ولا حدا، شخصية خارج الطاقم السياسي، شخصية تغييرية حقيقية. سمينا لكم وقتها قلنا لكم سموا مثلا ميشيل دويهي، سموا غسان جرمانوس او حدا من هيدا البروفايل، رحتوا مشيتوا بجهاد أزقور، يعني فوتونا بالحيط. اما هلا بما انه ما بقى فيه خيارين الا خيارين، يا جهاد أزقور يا سليمان فرنجية، انا شخصيا بدي جهاد أزقور. مش انت جبران باسيل يربي الامل بجلدكم. اول شيء التغييرين، ثاني شيء القوات، ثالث شيء الكتائب. شفتوا شو بدي؟